مرحب بكم في أول حلقة من ناس سوشيال. ناس سوشيال بنتكلم على هموم الناس على السوشيال ميديا. الناس بتكتب ايه على السوشيال ميديا وبتشوف ايه في الشارع، بتشوف ايه في حياتها اليومية. النهاردة هنتكلم على شوية حاجات حصلت مع الناس كتبوها، هي مش حاجات شخصية بقدر ما هي حاجات عامة وبتدي مؤشر للي بيحصل في البلد وفي المجتمع. المجتمع مليان حاجات غريبة وحاجات عجيبة نقدر نقولها ونقدر نعمل عليها يعني سبوت، نقدر نشوف ايه المجتمع عايش ازاي وبيمشي ازاي وبيتعامل ازاي الناس مع بعضها. ممكن نقول انه موضوع زي الزبادي لما تلاقي فيه حاجة غريبة ممكن تصدق، لكن لما تلاقي فيه علبة مناديل فدي حاجة غريبة جدا، انه حد يشتري زبادي ويلاقي فيها علبة مناديل. احتمال بعد كده يشتري علبة المناديل ويلاقي فيها زبادي، وارد، مش عارفين يعني ايه اللي هيحصل. لكن في مصر بيحصل حاجات غريبة، انه علبة زبادي كاملة يلاقي فيها علبة مناديل. لما لقى علبة المناديل راح للمحل واشتكى طبعا وقال له انه في علبة مناديل في الزبادي. الراجل خد الموضوع بكل بساطة صاحب المحل وقال له خلاص مفيش مشكلة، بدل له بس علبة الزبادي وقال له اتفضل واهلا بيك في اي وقت تاخد علبة زبادي عليها علبة مناديل او علبة مناديل عليها علبة زبادي. المهم هو حل له المشكلة بالشكل ده، والراجل خد علبة الزبادي وروح. هو بيحكي الحكاية وكاتبها على السوشيال ميديا. طيب هنروح من موضوع علبة الزبادي وعلبة المناديل لموضوع بتاع ماكدونالدز. حد تاني كاتب انه هو راجل كان جاي جعان جدا ومحتاج وجبة ماكدونالدز من الفرع بتاع اللي جنب الجامعة الأمريكية تحديدا، وبعت لهم وقال لهم أنا عاوز وجبة، وكان منتظر بشوق وشغف إن هو ياكل وجبة من ماكدونالدز جميلة. في الآخر بعتوا له وجبة ريحتها حسب ما هو بيقول وحسب ما احنا شايفين طبعا إنه الوجبة كانت ريحتها مش كويسة وكانت كمان يعني نية. طبعا هو لجأ ليهم تاني واتكلم معاهم كول سنتر، وقعد الراجل بدل ما ياكل بسرعه طبعا ويسد جوعه، الراجل قعد له ساعتين ثلاثه على بال ما تواصل معاهم عشان يجيبوا له وجبه جديده. طبعا في مصر بيحصل حاجات غريبه طول الوقت في الاكل والشرب وفي كل حاجه. هنروح لحاجه تانيه او حاجه ثالثه عن الصيدله. الصيدله الحقيقه مثلا السنه دي الصيدله قبلت في سوهاج، وطب سوهاج قبلت من يعني مجاميع عالية جدا، لأنه ناس كتيرة من الطلبة بتوع سوهاج حصلوا على مجاميع أعلى مجاميع على مستوى الجمهورية. فالطب دايما والصيدلة بيقبلوا من المجاميع عالية في سوهاج. الحكاية مش حكاية طبعا المجاميع، ولكن الحكاية حكاية صيدلية مساحتها 33 متر مطلوب فيها للبيع 13 مليون جنيه. تخيلوا 13 مليون جنيه في 33 متر. السؤال، الصيدلية دي بتبيع ايه؟ يعني ايه اللي يخلي 13 مليون حد يدفع 13 مليون جنيه في صيدلية مساحتها 33 متر؟ الحقيقة طبعا في سوهاج من المعروف انه المنازل والشقق هناك والمحلات بتباع بأسعار عالية جدا، مش عارف ليه لكن ده موجود. زي ما يعني الصيدليات أو المحلات بتباع بأسعار عالية، زي ما المجاميع هناك عالية. فكل حاجة رغم إنه سوهاج تعد من المحافظات الفقيرة الطاردة للسكان، لكن شيء غريب جدا. يعني السوشيال ميديا والأمانة. الحقيقة السوشيال ميديا مش كله حاجات وحشة ومش كله حاجات حلوة. فشاب يعني في ظل الظروف الصعبة لقي مبلغ في شنطة يقدر ب 260 ألف جنيه. حد ساب الشنطة في العربية الميكروباص ونزل، وهو ما حبش يقول للسواق انه الشنطه دي بتاعتك ولا مش بتاعتك. تخوف من انه السواق يقول له بتاعتي او اخدها وهدور على صاحبها واديها له، فقرر ياخد الشنطه ويروح. عمل ايه بعد ما روح؟ 260 ألف جنيه ممكن يغيروا حاجة في حياته. طبعا هم مش هيغيروا حاجة عظيمة يعني، ولكن ممكن يغيروا حاجة في حياته. لكن هو قرر يكتب على صفحته انه هو لقي شنطة وفيها فلوس، وانه اي حد يتعرف على الشنطة يجي ياخدها.
وبدأ الناس تدخل له على الخاص وتقول له إنه الشنطة دي بتاعتهم، ولكن واحد بس فقط أصر على إنه الشنطة بتاعته وطلب منه مواصفات لكل حاجة في الشنطة. المبلغ كام؟ المبلغ إزاي؟ يعني كام رزمة؟ عشرينات؟ كام رزمة؟ عشرات؟ المبلغ محطوط في أي جيب؟ فالراجل يجاوبه يقول له محطوط في الجيب اللي في المنتصف مثلا. في فلوس فكة فين؟ فيقول له في الجيب اللي من بره. فيقول له طب تمام، لكن هم كام الفلوس الفكة؟ فيقول له مثلا 20 جنيه و2 جنيه فكة. يعني الراجل ما سابش الشنطة غير لما اعتراف كامل بكل تفاصيل اللي موجودة في الشنطة. فيقول له مثلا طب الشنطة فيها حاجة تانية، فيقول له فيها قلم أزرق وفيها نوت مش عارف مكتوب فيه كذا، إلى أن استقر إنه الشنطة بتاعته بالفعل. تواصل معاه، عطاله تليفونه وخد الشنطة بتاعته. فدي حاجة مهمة مثلا إن السوشيال ميديا عملتها. البنوك، كلنا بنتعامل مع البنوك، كلنا بنروح البنوك وعندنا مشاكل في البنوك وعندنا يعني تساؤلات وحاجات كتير. وكل البنوك بتتكلم على الشمول المالي، وتعريف الشمول المالي دي حاجة كبيرة جدا، إنه لازم يبقى في كل حاجة عن البنك، وبتسهل للعملاء التواصل بشكل كويس، وكمان عن التعامل الرقمي أو الرقمنة في البنوك. ولكن لما حد بيقع في حاجة بسيطة جدا مع بنك من البنوك، الحقيقة بيلف ويدور حوالين نفسه 700,000 مرة مش 7 مرات، لأنه كلنا بنجرب. حد كاتب على بنك CIB تحديدا وبيقول إن أنا الرصيد بتاعي وقفوه، عايز فلوس فمش عارف أخد الفلوس. لما تواصلت مع البنك وقلت لهم أنا عايز الفلوس، قالوا لي ابعت بالبريد الإلكتروني للبنك، رغم الرقمنة والتحول الرقمي اللي احنا بنتكلم عليه. الراجل ما كدبش خبر، بعت بالبريد العادي. هم طلبوا إنه يبعت بالبريد العادي، بعت بالبريد العادي بالفعل، وتواصل معهم وقال لهم أنا بعت من شهر. قالوا له لا ما وصلش البريد وإحنا منتظرين. لما تتبع خطة البريد الباركود وحاجات كده عشان يوصل يعرف البريد اللي بعته أو الخطاب اللي بعته وصل فين، لقيه بالفعل وصل للبنك، والمفروض استلموه. ولكن طبعا زي ما هو بيقول، الواضح إنه الموظف في غيبوبة والإدارة في غيبوبة وسايبين الدنيا، ومش مهم عندهم العميل، ومش مهم عندهم ما يسمى الرقمنة أو التحول الرقمي أو ما يسمى الشمول المالي أو أي حاجة من المسميات الكبيرة الضخمة أوي دي اللي هم بيستخدموها دون حقيقة. هننتقل لجزئية تانية في ناس سوشيال عن القطورات، والحقيقة احنا مش هننتقل لحاجة تانية في السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا. وحد كاتب عن القطار في سوهاج والرصيف في سوهاج. ايه اللي بيحصل؟ الحقيقة الرصيف في سوهاج مسافة بين القطر لما يقف والرصيف مسافة كبيرة، ممكن أي طفل يسقط فيها، كبير يتعثر. فحاجة غريبة جدا، يعني بحكم انه احنا بنسافر سوهاج وبنشوف الحاجات دي بالفعل. لكن حد كان عنده ملاحظة قوية وكتب وناشد المسؤولين انه ده وضع ممكن يسبب مشكلة كبيرة، يا ريت تلحقونا وتشوفوا موضوع المسافة بين القطر وبين الرصيف. وده موجود في كل على فكرة او معظم الأرصفة ومعظم المحطات. فهو بالفعل كتب وبيناشد الناس أو المسؤولين إنه يشوفوا الموضوع. نلتقيكم في حلقة جديدة مع ناس سوشيال، وإلى اللقاء.